سمعت الشيخ الأخ نعم أبو ياسين من ألمانيا يسأل عن يوم القدس، وما هي مدى يعني، لأن أنا ما سجلت السؤال عدل، بس كان يدور حول يوم القدس آخر جمعة من رمضان، وما مدى صحة هذه، هل هي يعني بدعة على مثل ما يقولون؟ يبي شوية. اسمعني سمعت الشيخ؟ يعني هذا أمر لم يأتي. نعم أسمعكم. هذا أمر يعني ليس أمرا مسنونا ولا شيء من هذا القبيل، وإنما دعا إليه خميني، وجرى على هذا المنوال يعني في هذه السنين الأخيرة. وعلى أي حال لا شك أن الدفاع عن القدس أمر واجب وضروري في الجملة، ولكن الاشتراك في مسيرات هكذا يكون الداعي إليها رجلا منحرفا، أو يكون الحامي لها أو المحتوي لها أو المحتضن لها والمنظم لها نظام جائر، هو أمر محل نظر شرعا. لذلك لا نوصي المؤمنين بالمشاركة في مثل هذه المسيرات، إن كان ولا بد من الدفاع عن القدس، فيكون ذلك في أيام أخر وفي مجالات أخرى، بحيث لا يجتمع أهل الحق مع أهل الضلال في ذلك. وأما أنه تأسيس يوم لإحياء قضية البقيع والدفاع عن البقيع ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا شك ولا ريب أن هذا هو الأولى والأهم، لأنه بالاتفاق إن المدينة أعلى شأنا وأقدس من القدس بكثير، ومقدساتنا المهدومة في المدينة المنورة الدفاع عنها أوجب من الدفاع عن مقدساتنا التي هي في القدس. وأسفاه أن الشيعة لا يهتمون بالدفاع عن المدينة المنورة وعن البقيع وعن الآثار النبوية التي هدمت هناك وآثار أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وتركوا الحبل على الغارب لآل سعود وجلاوزتهم وعصاباتهم الإجرامية التي تحتل الآن الحرمين الشريفين. فالواجب هو على جميع المؤمنين أن يهتموا بيوم عالمي للمدينة المنورة أو للحرمين الشريفين أو للبقيع، والأحسن أن يكون هذا اليوم أن يقرر في يوم 8 من شوال في كل عام، ونحن بعد أيام نستقبل هذه الذكرى الأليمة. في يوم 8 من شوال تم هدم مراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام وأضرحتهم في البقيع، بقيع الغرقد، ومن الضروري إحياء هذا اليوم بمظاهرات عارمة أمام سفارات آل سعود في العالم، والمنادات بإعادة بناء هذه المقدسات ورفع اليد الوهابية الجائرة عن ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله، وتمكين المسلمين من لثم هذا الضريح المقدس والتبرك بزيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وفك الحصار عن المدينتين المقدستين مكة والمدينة، ووضعهما تحت الإدارة الدولية المستقلة، بما يضمن أن لا تجور طائفة جاهلية منحرفة كالوهابية على سائر المسلمين حين يؤدون مناسكهم وزياراتهم في هاتين المدينتين المقدستين.